السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض فتة الكوارع، حاجة كده هندلع بيها حبايبنا. مفيش لا عظم بقى ولا اي حاجة ولا دهون ولا الكلام ده كله. ويلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة بجيب الكوارع بتاعتي، بصوا جميلة ازاي بعد ما غسلتها. طبعا الجزار مقطعها لي، هو مقطعها حتة كبيرة وحتة صغيرة، بس انا مش فارق معايا. وبجيب حلة الضغط بتاعتي وبخلي فيها تلتين الحلة مية. اول ما تغلي الميه بتاعتي بنزل بالكوارع واحده واحده كده. قبل ما احط توابل بهارات اي حاجه انا بشيل الريمه بتاعتي واتاكد ان خلاص ما بقاش فيه اي ريمه على الحله. وبعدين بجيب بصلايه وقطايه، تمام، قطايتين، دي اول حاجه. وعندي البهارات بتاعتي ورق لورا، مستكه، فلفل اسمر حب، وعندي بهارات وروزماري. وبغطي الحله بتاعتي، انا طبعا ما بحطش ملح دلوقتي. بغطي الحله كويس اوي واتاكد انها بقت مقفوله كويسه ومحكمه. استوت خلاص عندي، ما خدتش ربع ساعه. بجيبها وبخلي الكوارع بتاعتي واقطعها قطع صغيره خالص. لازم ندلع حبايبنا النهارده. وعندي حبايبي صلصه الفته هي بالخل والثوم زي ما انتوا عارفينها، طبعا كلنا عارفين الصلصه بتتعمل ازاي. حط فيها الملح والفلفل الاسود وقرنين فلفل حامي، وبنزل بالكوارع بتاعتي. بتاخد غلوه واحده بس عشان تتشرب من الصلصه. وبنعمل الرز بتاعنا. هنعمل الرز بطريقه مختلفه، كوبايتين ونص ميه على 3 كوبايات رز. الميه تغلي انا بحط معلقتين سمنه بلدي والملح والمرقه بتاعتي. بحطش اي حاجه تانية، اي توابل لا. بسيب الميه تغلي شويه وانزل بالرز، وبسيب الرز يستوي وبرجع لكم. ونروح للفته بتاعتنا نشوف هنعمل العيش بتاعنا، نشوف هنعمل فيه ايه. بنحمر العيش بتاعنا اهو، تمام. انا مقطعه رغيفين عيش طري اللي هو البلدي الخالص بتاع الفرن بتاعنا، اللي هو اللي بنجيبه بالبطاقه، وبقلب بالسمنه البلدي. وبعدين بنزل بيه في القالب بتاعنا اللي هو هنحط فيه الرز، هنعمل فيه الفته. بحط طبقه كفايه بحيث ان تبقى مناسبه للرز. وبنزل بالرز بتاعي خلاص استوى اهو، مفلفل وجميل. احط طبقه برضو كويسه. بغطي العيش ده كله. وعلى فكره حبايبي انا ما بحطش شوربه كتير، لان حمصت العيش ناشف قوي. فعشان تحطي له شوربه كتير لا هيبقى طري خالص معاكي. لا انا عايزاه يعني معقول، لا ما يبقاش ناشف قوي ولا يبقى كمان مبلول زياده عن اللزوم، ويبقى طعمه جميل كده وهش كده وحلو. شايفين معايا؟ بنزل بقى بالصلصه بتاعتي. انا ما بحطش صلصه كتير عشان الصلصه كمان فيها ايه، فيها الكوارع بتاعتي اللي هدلع بيها حبايبي. قطعنا الكوارع، فصصناها، قطعناها صغير خالص، حاجه جميله، حاجه روعه. النهارده بقى مش هنخبط، مش هنلحوس ايدينا، مش هنمسك، مش هنلاقي النهارده بالمعلقه كله، تمام. وعندي كمان حبايبي هنحمص فلفل اسود، هنحمص كزبره، تمام. بحط معلقه سمنه بلدي كله عندي اهو. فلفل اسود حب. الكزبره بس بحبها الكزبره مفرومه. وبنشوحها كويس قوي واحمرها لحد ما لونها يتغير. بنزل عليها بالخل، بيديها طعم وبيعزز من طعمها، وبيخلي الفته بتاعتي طبعا جميله جدا. الله الله على الريحه، مش عايزه اقول لكم. الفلفل الاخضر مع الفلفل الاسود مع الكزبره وطشه الخل، حاجه في منتهى الجمال. الف الف هنا وشفا. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد.